في مباراه لسه منتهيه في الدوري المصري ما بين زد وبلديه المحله بالتعادل 3-3، مباراه كده زي ما بيقولوا فاخر من الاخر. بص مثلا كده على اهداف المباراه، نادي بلديه المحله بيسجل من اول 10 دقائق، ونادي زد بيقدر يتعادل بعدها بدقيقتين بس عن طريق زيكو، بعدها ب 10 دقائق برضه نادي زد بيقدر ان هو يحرز هدف التقدم برضه عن طريق زيكو، اللي انا بشوفه واحد من احسن اللعيبه اللي موجودين في الدوري المصري لحد دلوقتي. نادي بلديه المحله بقى يسكت، نادي بلديه المحله بيقدر يتعادل بعدها بدقيقتين بالظبط، وفي نهايه الشوط نادي زد بيقدر ان هو يتقدم في الدقيقه 44 تقريبا، او في الاخر نهايه الشوط بيقدر يتقدم وبينتهي الشوط الاول 3-2. لكن في الشوط الثاني وبعد الطرد نادي بلديه المحله بيقدر يحرز هدف التعادل والمباراه بتنتهي بالتعادل. حاجه بصراحه تحسب لنادي بلديه المحله والمدير الفني احمد عبد الرؤوف، الراجل ما تراجعش بعد الطرد، الراجل كمل زي ما هو وحاول على التعادل وحاول على المكسب، وبصراحه بعد الطرد هو اللي كان افضل وهو اللي كان اخطر على المرمى. اي مدرب غيره كان تراجع وكان قال لك خلاص المباراه بالنسبه لي انتهت، لكن الراجل بصراحه شفنا منه جراءه تحتسب له بشكل كبير جدا. وفكره ان مدير فني يقدر يتخطى طرده ويقدر يتخطى مشكله بتحصل له على ارض الملعب بشكل مفاجئ، تقدر تقيم بيها ان ده فعلا مدير فني محترم. بالنسبه لنادي زد والمدير الفني بتاعه مجدي عبد العاطي، بصراحه انا بشوفهم بيقدموا كره كويسه جدا وكره هجوميه كويسه جدا، لكن بصراحه عنده مشكله. نادي زد بيقدم كره حلوه زي ما بقول، وبيقدر يمتلك الكره بشكل كويس جدا وبيقدر يسيطر على مجريات المباراه وبيمتلك الكره بشكل كبير جدا وبيروح كتير جدا على المرمى، لكن ما بيقدرش يسجل بشكل كبير جدا، ودي مشكله هتواجه نادي زد مستقبلا. لازم تحاول ان انت تستغل فرصك اكتر من كده. قدام بلديه المحله امتلك الكوره اكتر من بلديه المحله، وفي النهايه الماتش انتهى بالتعادل. قدام نادي الاسماعيلي امتلك الكوره وراح بشكل كبير جدا على المرمى وما قدرش يسجل غير بهدف، كم من خطا من احمد عادل حارس مرمى نادي الاسماعيلي. فلو نادي زد قدر يحل المشكله دي هيكون له شكل تاني وشكل افضل بكتير جدا. نهايه مباراه زي ما بقول بصراحه متعتني، سواء في اداء اللاعبين على ارض الملعب او في شغل الاثنين مدربين، فكانت مباراه محترمه وحاجه ممتعه.